فاكرين احمد فيليكس؟ فاكرينه؟ احمد فيليكس يا جدع، لاعب النادي الاهلي، فاكرينه؟ عرض لاعب اسمه اسحاق حاجه كده، تمام، نجم منتخب غانا على النادي الاهلي، وقال ان ده مهاجم جبار، وبعت لهم فيديوهاته وحاجه زي الفل خالص. يعني خبر، بص، حاجه من ابو اخر يا صاحبي. بص يا صاحبي بقى، احنا زهقنا والله العظيم من فيديوهات، من لاعيبه واسامي غريبه مش عارفين ايه دنيتها اصلا. احنا مش عارفين نجيب مهاجم زي الناس. حقيقة مش هينفع تهرب منها، حقيقة مش هينفع، ولا عارف، ونفسي أنا نفسي أهرب منها، بس أنت مش عارف. حاجة غصب عنك، أنت مش عارف تجيب مهاجم، مش عارف تتعاقد مع مهاجم. إيه المشكلة دي بقى؟ مشكلة لجنة تخطيط زفت على دماغها الله أعلم، مشكلة مدير فني، مشكلة مجلس إدارة، مشكلة مدير تعاقدات، مشكلة مدير كورة، مشكلتي أنا. ما مش فاهمين، مش عارفين المشكلة في إيه. يا جدعان عايزين مهاجم زي الناس، قلنا موديست ده هنشوف ابداعات، هنشوف دبابة. ما حصلش توك توك، ما حصلش توك توك. طب ايه؟ طب ليه؟ طب عشان ايه؟ ده احنا ده النادي الاهلي يا جدعان، النادي الاهلي. انت عارف يعني ايه النادي الاهلي؟ عارف انت يا صديقي يعني ايه النادي الاهلي؟ عارف انت افضل نادي في افريقيا؟ عارف انت النادي الوحيد اللي في افريقيا، او النادي اللي بينافس ريال مدريد في عدد بطولاته؟ النادي الاهلي يا جدعان. عندنا فلوس، عندنا اداره، عندنا استقرار، عندنا كل حاجه، كل مقومات النجاح عندنا. مش عارفين نجيب مهاجم؟ بقالنا كام سنه على القصه دي يا جدعان، حرام والله العظيم زهقنا.